بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن طلعت حرب. رزق حسن محمد حرب الموظف بهيئة السكك الحديدية والقاطن بشارع قصر الشوق بحي الجمالية بالقاهرة بمولود أسماه محمد طلعت. وعندما بلغ طلعت سن الدراسة أدخله أبوه المدرسة الابتدائية ثم المدرسة الثانوية حتى حصل على شهادة البكالوريا بتفوق، فالتحق بمدرسة الحقوق، وكانت حينذاك تكاد تكون مقصورة على أولاد الزواد يتخرج فيها الوزراء والقضاة ومن إليهم. وربما نظر طلبة مدرسة الحقوق إلى طالب مثل طلعت نظرة استخفاف، وقالوا فيما بينهم: ما الذي جاء بهذا لمدرسة الحقوق؟ وأحس طلعت بهذا فآل على نفسه أن يتحداهم ويسبقهم، وبالفعل تخرج سنة 1889 ميلاديا، فاختارته الدائرة الثانية تقديرا لحدة ذكائه ولإجادته باللغات الأجنبية مديرا لأقلام قضاياها مكان محمد بيك فريد الذي خلف مصطفى كامل باشا في رئاسة الحزب الوطني. ولم يلبث طلعت أن عين سنة 1909 ميلاديا مديرا لشركة كومومبو للسكر، وقد اشتهر لما عرف به من سداد الرأي حجة في شؤون المال. وعندما تولى سعيد شؤون البلاد لجأ إلى الاستدانة من بيوت المال الأجنبية، ومات وعلى مصر ما يزيد على 11 مليون من الجنيهات. ثم جاء بعد الخديوي إسماعيل وأسرف في الاستدانة حتى بلغت ديون مصر في عهده 68 مليون. وعندما احتل الإنجليز مصر أصبحت كل خيرات البلاد بيد الأجانب يتصرفون فيها كما يشاءون، فرأى طلعت بوازع من وطنيته أن أموال مصر يجب أن تبقى للمصريين، فأسس سنة 1908 ميلاديا مع بعض زملائه شركة التعاون المالي، وأصدر سنة 1910 ميلاديا دعما لفكرته كتاب علاج مصر الاقتصادي، كشف فيه عن أدواء مصر وأدويتها. وفي سنة 1920 ميلاديا أنشأ بنك مصر، وبدأ بداية متواضعة حيث كان رأس ماله 80 ألف جنيه، لم يلبث أن ارتفع إلى مليونين، وراح ينشئ الشركات يدعم الصناعات المصرية ويحررها من سيطرة الأجانب، فأنشأ مطبعة مصر وشركة بيع المصنوعات المصرية وشركة مصر لنسج الحرير وشركة مصر للغزل والنسيج وشركة مصر لمصايد الأسماك وشركة مصر للتمثيل والسينما وغيرها، مما أسلك صدور المصريين ورفع رؤوسهم عالية. ولكن هل يسكت عنه الأجانب؟ بدأت تنهال عليه السهام منهم ومن الحكومات العميلة ومن المصريين المخدوعين حتى تزعزعت مكانته أو كادت إلى أن قامت الحرب العالمية الثانية فشغلت الأجانب عن كيدهم له. كما تنبهت الحكومة المصرية إلى خطتها فأقرضته 5 ملايين جنيه استعان بها على مواجهة الأزمة المفتعلة، وسرعان ما تغلب عليها واستأنف نموه المطرد. ويعد طلعت حرب رائد النهضة الاقتصادية في مصر، وقد ألف طلعت حرب عدة كتب إسلامية واجتماعية واقتصادية، منها تربية المرأة والحجاب، البراهين البينات على تعليم البنات، تاريخ دول العرب والإسلام، علاج مصر الاقتصادي وغيرها. وإلى اللقاء في الموضوع القادم بإذن الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.